السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبتي التلاميذ؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سنكمل الدرس مع الحروف الهجائية. اليوم سنأخذ حرف جديد ألا وهو حرف الطاء. هيا نبدأ أحبتي التلاميذ. شكل حرف الطاء. انظروا إلى شكل حرف الطاء أيها الأحبة. أولا انظروا إلى شكل هذا الحرف وكيف نكتبه. كما علمتكم سابقا، نمسك القلم في يد اليمين ونضع رأس القلم على السطر ونقوم برسم شرطة على السطر، شرطة على السطر، ونقوم بإغلاقها على شكل خط منحني، على شكل خط منحني، ومن ثم نضع ألف فوق الطاء فوقها. هكذا يكتب حرف الطاء. إذا انظروا وتمعنوا جيدا أحبتي التلاميذ إلى شكل حرف الطاء. طاء طالب. أيضا أحبتي التلاميذ سوف نأخذ الحرف بالحركات، نسمع صوته بالحركات القصيرة كما علمتكم سابقا، الحركات القصيرة وهي الفتحة والضمة والكسرة، وأيضا في السكون، لكن السكون يبقى الحرف ساكن كما هو لا يتغير عليه شيئا. سأنطق لكم حرف الطاء بالفتح. ط ط ط. اسمعوا. ط ط ط ط ط ط. أيضا هذا هو شكل الحرف بحركة الضمة، اسمعوا صوت الحرف. طو طو طو. نضع الحركة فوق الحرف، نضع حركة الضمة وننطقه طو طو طو. أيضا سنتعلم حرف الطاء بحركة الكسر. كيف ننطقه؟ نضع أولا الحركة تحت الحرف وينطق هكذا طي طي طي. إذن هذا صوت حرف الطاء بحركة الكسر. طي طي طي. طا. إذن طا طو طي. هاي بالحركات الفتح والضم والكسر. الآن أحبتي سنأخذ بعض الأمثلة على حرف الطاء في بداية الكلمة. مثال على ذلك: طائرة. جاء حرف الطاء في أول الكلمة. أين جاء حرف الطاء في كلمة طائرة أيها الأحبة؟ نعم، أحسنتم، جاء في بداية الكلمة طا. انظروا كيف نكتب حرف الطاء في بداية الكلمة. طائرة طائرة. أيضا الكلمة الثانية طاووس طاووس. انظروا إلى حرف الطاء. أين جاء أيها التلاميذ؟ نعم، أحسنتم أيها المبدعون، جاء في أول الكلمة. جاء حرف الطاء في أول الكلمة. طاووس طائرة طاووس. أيضا ننتقل إلى الكلمة الثالثة. طعام طعام. أين جاء حرف الطاء في كلمة طعام؟ نعم، أحسنتم، جاء في أول الكلمة. إذن أخذنا بعض الكلمات في أول الكلمة، يأتي الحرف الطاء في أول الكلمة. وأيضا سنأخذ بعض الأمثلة التالية. أيضا أحبتي التلاميذ لدينا بعض الكلمات أيضا تبدأ بحرف الطاء. طبق طبق. انظروا كيف ألفظ بحركة الفتح. طبق طبق. طبيب أيضا بحركة الفتح، جاء أول الكلمة وبحركة الفتح المد القصير أي الفتحة. طبق طبيب طبل. إذن جاء حرف الطاء في كلمة طبق في أول كلمة. وكلمة طبيب أين جاء أيها الأحبة؟ نعم، أحسنتم أيها الطلبة، لقد جاء في بداية الكلمة. أحبتي التلاميذ، أين جاء حرف الطاء في كلمة طبل؟ نعم، أحسنتم، في أول الكلمة. وأخيرا طماطم. جاءت حرف الطاء في موضعين من الكلمة، في أول الكلمة وفي وسط الكلمة. طماطم. الآن أحبتي التلاميذ أيضا سننتقل إلى حرف الطاء. سنلاحظ أين موضعه، جاء في وسط الكلمة. بطة. أين جاء حرف الطاء أيها التلاميذ؟ نعم، أحسنتم أيها الرائعون، في وسط الكلمة. أما كلمة أخطبوط أيضا جاء حرف الطاء في موضعين من الكلمة، جاء في وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة منفصل في وسط الكلمة. جاء في وسط الكلمة
وفي نهاية الكلمة جاء في موضعين من الكلمة. انظروا جيدا إلى حرف الطاء في كلمة أخطبوط، جاء في موضعين في وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة منفصل. أحسنتم أيها الرائعون. الآن ننتقل إلى كلمة مسطرة. أين جاء حرف الطاء أيها التلاميذ؟ نعم أحسنتم أيها الأبطال، جاء في وسط الكلمة. مسطرة جاء في وسط الكلمة. إذا تعرفنا على حرف الطاء في وسط الكلمة كيف يكتب وكيف ينطق. والآن أحبتي أيضا سنتابع بعض الأمثلة الأخرى على حرف الطاء في وسط الكلمة أيضا. مثال على ذلك قطار. أين جاء حرف الطاء في كلمة قطار؟ نعم أحسنتم، في وسط الكلمة. أطفال أيضا جاء حرف الطاء. أين جاء أيها الأبطال؟ نعم رائعون أنتم، في وسط الكلمة. أطفال أطفال جاء في وسط الكلمة. قطار أطفال جاء حرف الطاء في وسط الكلمة. أحسنتم أيها التلاميذ. الآن سنتابع بعض الأمثلة الأخرى على حرف الطاء أيها الأحبة التلاميذ. ولدينا أيضا بعض الأمثلة في نهاية جاء حرف الطاء في نهاية الكلمة. جاء حرف الطاء في نهاية الكلمة. قط. انظروا إلى كلمة قط. أين جاء حرف الطاء؟ نعم أحسنتم، جاء في آخر الكلمة. جاء في آخر الكلمة متصل. قط. بط أيضا جاء في نهاية الكلمة متصل. بط. وأيضا كلمة خيط جاء في نهاية الكلمة متصل. أحسنتم أيها الأبطال. قط بط خيط جاء حرف الطاء في نهاية الكلمة أيضا متصل. والآن أحبتي التلاميذ لدينا أيضا بعض الكلمات. مثال قرنبيط جاء في نهاية الكلمة. ومشط. أين جاء حرف الطاء أيها التلاميذ؟ نعم أحسنتم رائعون، جاء في نهاية الكلمة متصل. انظروا إلى كلمة خياط. أين جاء حرف الطاء؟ نعم في نهاية الكلمة، ولكن كيف جاء وحاله؟ جاء منفصلا. انظروا إلى حرف الطاء عندما يأتي منفصلا. خياط جاء منفصلا. أما في الكلمتين السابقتين مشط وقرنبيط جاء في نهاية الكلمة. نعم أحسنتم، ولكن متصل بالكلمة. إذن خياط الطاء في نهاية الكلمة منفصل. أحسنتم أيها الأبطال. إذن تعرفنا على بعض الكلمات في نهاية الكلمة الحرف الطاء، في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة. الآن أحبتي التلاميذ ننتقل أيها التلاميذ ننتقل إلى المدود. نأخذ مد الألف والواو والياء. نأخذ حرف الطاء مع مد الألف ومع مد الواو ومع مد الياء. انصتوا إلى نطقه. طا طو طي طا طو طي. هذا صوت حرف الطاء مع مد الألف. طا طي طو. إذن صوت الحرف مع المدود. الآن أحبتي سننتقل أيضا إلى بعض الأمثلة على مد الألف. مد الألف طاهر. انظر إلى حرف الطاء عندما يتبعه مباشرة، عندما يأتي الحرف متحرك بحركة الفتحة وبعده مباشرة الألف، هذا نطلق عليه مد الألف. طاهر طاهر. إذن مد الألف، جاء حرف الطاء بمد الألف. طاهر. أيضا الكلمة الثانية طارق. طارق أيضا مد الألف، جاء حرف الطاء بمد الألف. والآن أحبتي التلاميذ سننتقل إلى أمثلة أخرى ونأخذ مد الواو. يجب الحرف أن يكون متحرك بحركة الضم ويتبعه الواو حتى نطلق عليه مد الواو. بطوط بطوط. أيضا خرطوم خرطوم. هذا هو مد الواو. إذن جاء الحرف بمد الواو. وأيضا أحبتي ننتقل إلى كلمة أخرى وأمثلة أخرى. والآن أحبتي أيضا ننتقل إلى مد الياء. انظر إلى كلمة بطيخ. جاء حرف الطاء مكسور وتلاه حرف الياء. إذن هذا هو مد الياء. بطيخ. طين. أيضا طين مد الياء، جاء حرف الطاء مكسور وتلاه حرف الياء، هذا هو مد الياء. طين طين هذا مد الياء. إذا تطرقنا على مد الألف ومع الأمثلة ومد الواو مع الأمثلة. شكرا لكم أحبتي التلاميذ على حسن المشاهدة. أتمنى لكم يوم جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء بحرف جديد.